السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يلا بينا بقى في فيديو جديد، وزي ما انتم شايفين كده فيديو النهاردة هنعمل فيه المحشي، بس مش زي فيديو او مش زي اي فيديو للمحشي. النهاردة هنقول على حاجات بسيطة هنعملها في الايام اللي هنكون فيها فاضيين، وهتفرق معانا جدا. ويوم ما نيجي نعمل المحشي هيكون عندنا كل حاجة جاهزة ومتفرزة وهنطلع، وصدقيني مش هتحسي بالمحشي ده تماما. خليكي معايا للاخر وتابعي معايا الفيديو للاخر وهتعرفي انا عملت ايه عشان اوفر على نفسي وقت وجهد ووقفة المطبخ، وسهلت على نفسي كتير كتير جدا في حكاية المحشي دي. زي ما انتوا شايفين دي التسبيكة، زي ما انتوا شايفينها تقيلة. طبعا احنا ما شوفناش من الاول طب احنا عملنا التسبيكة بتاع المحشي ازاي، هقول لكم عشان انا كنت عاملاها وحطاها في الفريزر. ودي من الحاجات المهمة اللي بعملها، صدقوني بتفرق يا بنات جدا في المحشي. لما تكوني سلقة الكرنب، ولما تكوني عاملة التسبيكة ومقسماها في اكياس وحطاها، ولما تكوني عاملة الخضرة بتطلعي بقى وتشد من الفريزر كله كده وتبدأي تقعدي وتحشي المحشي. التسبيكه دي انا عملتها ازاي؟ انا جبت كميه البصل اللي انت عايزاها او اللي انت حباه في المحشي، واحنا زي ما احنا عارفين المحشي بيحب البصل الكتير يا بنات. جبت المحشي وحطيت جبت البصل وحطيت في حله على النار معلقتين من السمنه ومعلقتين من الزيت او الزبده اللي المتاح عندك بقى، الزبده، سمنه بلدي، اي حاجه متاحه اللي انت بتستخدميها في مطبخك. وهبدأ انزل بالبصل بتاعي الكمية المناسبة للمحشي اللي انا هعمله، او لو هعمل كمية بقى وافرزها، وابدأ اقلب، احط معاها رشة ملح صغيرة ورشة فلفل اسمر. الملح مع البصل مع اي بصل بيخلي البصل بتاعك يدبل بسرعة. حطيت البصل واستنيت لما يدبل، انا مش عايزاه ياخد لون خالص يا بنات. دي تكه مهمه او حاجه مهمه كمان في المحشي، بتدي للمحشي طعامه وتسكيره جميله جدا جدا. فانا عايز عندي البصل يكون دبلان بس ما يكونش اخد لون خالص. بعد ما البصل يدبل معايا هقوم نازله بفلفل، يعني فلفلايه كبيره او فلفلتين كبار متقطعين قطع صغيره، واديها كده ايه تشويحه مع البصل بتاعي. بعد كده هقوم نازله بالطماطم او عصير الطماطم بتاع الفريش، او لو عندك طماطم متفرزه وهتحطي معاهم بقى معلقتين من الصلصه المعلبه. هنبدأ نقلبهم كلهم مع بعض ونسيبهم لغاية ما تتقل عندنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنحط بهارات، مش هنكتر البهارات قوي لان احنا لازم لما نيجي نطلع التسبيكه دي هنحط لها بهارات عشان تبقى فريش، لان البهارات دي بتفرق جدا في المحشي ان هي تكون محطوطه قبل ما تحشي على طول. بعد ما نحط لها بهارات قليله هنبدا ان احنا نسيبها تبرد، وبعد كده نحطها في علب تلاجة ونحطها في الفريزر. هتقعد معاكي يعني مدة طويلة جدا، او ممكن ان احنا نعمل نحطها في اكياس. عايزة اقول لكم انا دلوقتي نزلت الخضرة دي. المفاجأة بقى بتاعتنا النهاردة ان الخضرة دي انا كنت مفرزاها. شايفين لون الخضرة كان اخضر ازاي، شايفين مفلفلة ازاي، ولا معجنة ولا اي حاجة. اللي حصل بقى او اللي انت هتعمليه عشان توفري على نفسك، ناس كتير بيسألوا الخضرة دايما لما بنعملها بتبقى معجنة، بتبقى لونها بيغمق، ما بتبقاش خضرة. لا، انا هحط لكم تاني شوية اهو عشان تشوفوا وركزوا وشوفوا شكل الخضرة بتاعي عامل ازاي. الخضرة بقى هقول لكم على تكات وتركات، واكيد في فيديو مخصص هنعمله لكم عملي قدامكم. انا بجيبها وبنضفها وبغسلها، بنقعها في ميه مع معلقه خل، وبعد كده بشوفها تحت الميه الجاريه كويس جدا جدا. بعد كده بسيبها تنشف، سواء بحطها في مصفى او بحطها في فوطه. فالفوطه هتقوم شاربه الميه كلها اللي في الخضره بتاعتي. مش هعمل السكينه او مش هحط السكينه في الخضره غير لما الخضره بتاعتي تنشف تماما من الميه. بعد كده هقطع الخضره بتاعتي على البلانشه بتاعتي، شبت، بقدونس، كزبره، اي حاجه انت حباها. بعد كده هحطها في اكياس او في علب وهفرزها في الفريزر. مش هنطلعها بقى قبلها بشويه هنسيبها لما تفك، لا ده احنا هنطلعها قبل ما نحطها
على الاكل بتاعنا على طول. زي ما انتم شايفين هي كانت لسه طالعه، بدات ان انا ادوس عليها بس كده بالسكينه، وبدات ان انا احطها تحصلوا منها بقى على افضل نتيجه. الناس بقى اللي شغاله، ستات الشغاله وعايزين كل حاجه متفرزه، انا جبت لكم النهارده في فيديو النهارده فيه يعني كنوز، يعني ان احنا نعمل الحاجات دي بالنسبه للمحشي بالذات، لانه من اكتر الحاجات اللي بتاخد شغل واكتر الحاجات المتعبه. فاحنا في الوقت الفاضي وفي الايام الفاضيه هنقعد بقى نشتغل في الحاجات دي ونعملها ونفرزها ونطلع كده على الشغل بتاعنا على طول. بس انا كده هروح بقى ايه، اجهز الرز بتاعي واغسله واصفيه كويس جدا جدا، وبعدين احط عليه التسبيكه بتاعتي دي او التقليه بتاعتي دي، وارجع اوريكم الشكل هيكون عامل ازاي. طبعا في ناس بتستخدم الرز اللي هو مكيس او معلب، فده بيكون اصلا نظيف، لا بيحتاج ان احنا ننقيه ولا غيره، بنحطه بس ناخده شطفه كده على الماشي، وبعد كده نحط عليه التسبيكه. انما لو رز يعني سايب فبننقيه كويس وبنشيل منه اي حاجه وحشه، وبعد كده بنحطه في طبق او في بوله وبنغسله، ونبدا ان احنا نحطه في مصفى يصفي الميه بتاعته تماما يا بنات. بعد كده بننزل بالتسبيكه دي، وفي الوقت ده بقى هنحط البهارات بتاعتنا. في ناس بتحط البهارات على الرز في الوقت ده، وفي ناس بتحط البهارات على التقليه او التسبيكه في اخر التسبيكه، يعني واحنا خلاص بنطفي بنحط فمتاح الاتنين او الاتنين مش غلط، الاتنين كويس. وعايزه اقول لكم من الحاجات المهمه ان انت تحطيها مع اي تقالي، حطي شويه بابريكا، بتفرق جدا في لون الطماطم بتاعتك، بتديها كده حمار حلو، وبالذات للمحشي كتري شويه عشان تدي الحمار الحلو اللون الخلطه بتاعتك. فانا هجهز بقى واحط كده كده التقليه بتاعتي او التسبيكه بتاعتي فيها كل حاجه، مفيش بس الا شويه البهارات اللي هحطهم، وهقلبها كويس جدا جدا جدا. وعايزه اقول لكم بقى قلبي لو هي سخنه بتقلبي بمعلقه الاول، بعد كده حاولي ان انت تعملي بايدك، لابسه جوانت بقى او مش لابسه، بس حاولي ان انت تدمجي الخلطه دي مع الرز بايدك، بتفرق. وبتحسي ان الرزايه لما بتعمليها بايدك كده بتتشرب يعني التقليه، الرزايه بتتشرب التقليه او التسبيكه دي. بعد كده هنبدا ان احنا زي ما انتم شايفين كده نصبع المحشي بتاعنا بالطريقه دي لغايه ما نكملها كلها. ودي كانت خلطه المحشي قدمناها في فيديو النهارده، واتمنى ان فيديو ينال اعجابكم.